باش نحكيو على أفكار مشاريع ناجحة في تونس. تبع معايا الفيديو للآخر وما تنساش تشترك في القناة وتكتب لنا يعني رايك في الفيديو، شنو هو اللي يعجبك وشنو. ندخلوا ديريكت نحكيو شنو هي المشاريع اللي تنجم تكون ناجحة وفيها فلوس وأقل يعني مضرة وأقل ريسك بيعة وأقل. أول حاجة حبيت نقولها لكم هي المشاريع الأونلاين بزنس، يعني مشاريع تكون على الانترنت، تقدم خدمة او بيوع او اي حاجة برودوي اللي تحب عليه انت. في فكرة التجارة الالكترونية اللي برشا عباد تعرفها، حبيت نزيد نوضحها بطريقتي أنا. انت عندك برودوي تحب تبيع، شنو لازمك تعمل ساعة البوتيك هذايا على الانترنت؟ متسحقش برشا فلوس، يعني كيفاش تحلو تعمل سيت ولا اقل من اللي انت تكري كل شهر 500 يبقى اقل فلوس. تحط البرودويات متاعك وشوية اللي باش تخسروا في الكريم مثال الربع متاعو تمشي تعمل بيه سبونسوريزي على الفيسبوك برودويات سوا فاشن ولا جات ميكاب ولا تحب انت، فهمتني، وتخدم في رزقك. ندخلوا في الحاجة الثانية باش تبيع وتكسر راسك، وهو برودوي فورنيسور تفتح كوتش يعني ولا دي فورماسيون في لونجلي سبيسياليتي اللي انت باهي فيها، مثال مجال يعني فيه تعليم، تعلم عباد تعطيهم شهادة أونلاينية في المهارات متاعهم من غير شهادة. المهم تكون عندك يعني حاجة تفيد بها وتكون فيها قيمة للناس هذوما، وهو من داره مثال يتعلم. كما فما فكرة شفتها متاع واحدة مرة ساعتها في الراديو اللي كنت نخدم فيه أنا، كانت هي قاعدة تكوتشي في العباد في مجال البيزنس وفي الحاجات هذي، وتخدم من دارها تعطيهم كيفاش يبداو وكيفاش يقلوا من الخطر وكيفاش يحسبوا يعني شنو هو اللي يلزمهم وشنو هو لا. لكم كان عندكم مجال. الحاجة الثالثة اللي هو إنسان يكون يعني محامي أو كونتابلي أو حاجة هكا، فهمتني، ما يحبش مثال يخدم في شركة، يحب يخدم وحده مستقل، ينجم هاكا يقدم السيرفيس نتاعو عن طريق الانترنت، يعطيك عبد سلك يعني الحكاية بالضبط، فهمتني، ودي كل شهيك حاسيل يطلو يخدم لك الخدمة ومقابل هذاك يعمل لك فيرمون تقابلو يعطيك فلوسك، فهمتني. اكيد انك باش تكون مستنفع وتدخل فيها زاد حكاية ديزاين ومونتاج فيديو والحاجات هذي، معناها راهو بتسحق سيرفيس وما يحبش يتحرك برشا عباد بخليين زاده، مش معناها بخلي راهو ما يحبش يخدم، لكن مش حاجات في مخه يحب الحاجه ذيك يرتاح منها، فهمتني، شكون يخدمها له كذا. دونك الحاجات هذوما تعرف كيفاش تخدمهم، تعرف كيفاش تبديهم. حاجه راه يحب لها وقت، مش باش تحل منها باش تلقى كليونات، الا ما تزيد تعمل اسم، تزيد تسوق لروحك، تزيد تعمل اسم يعني في المجال هذايا. فما عباد الحقيقة ما عندهم الثقة، يعني يقول لك ما نعرفوش ايه، اما مع الوقت راك باش تنجح، مادام بديت راك باش تنجح باش تعمل فلوس وتخدم في رزقك. وهذا هما الحاجات اللي حبيت نقولهم لك. حاول كيفاش تستغلهم، حاول كيف اكثر وتطورهم باش يعطيوك يعني ريزلتا باهية. وفي الاخر كان عجبكم الفيديو استنفعتوا من الفيديو متاعي، خليونا لايك ورايب والكومنت شنو رايكم في الفيديو.